مستحيل تجربي هاد الوصفه وما تنجحش معاك وما تعالجلكش الكلفه اختي، سواء كان قديم ولا جديد غتعالج ليك البشره ديالك من اول استعمال. وهالنتيجه قدامك اختي وقدام عينيك، كترد لك البشره ديالك فحال ديال البيبي الصغار. غتخليك اختي الوجه ديالك يرجع مرايه. ما عليك اختي الا تتبعي لا فيديو حتى الاخير باش تشوفي النتيجه اللي كتشوفي قدام عينك، غتحصلي عليها حتى نتيا. ماسك ساهل ماهل، وصفه سهله ماهله وطبيعيه 100%، وغتحيد لك اختي كاع الكلف اللي عندك، النمش، تصبغات، الكحوليه اللي في البشره ديالك اختي، كلشي غيحيد برمشه عين، وغيرجع الوجه ديالك اختي كيلمع بحال شي مرايه. كلشي غيسولك على السر. اول مكون غادي نحتاجو في الوصفه ديالنا هو الحمص. كيف ما كتشوفوا هنا الحمص يكون بهذا الشكل هذا، واللي غادي حنا نطحنوه من بعد وغادي نردوه على شكل بودره. ضروري انه طحنوه على شكل بودره. ما نصحكمش انكم تمشيو تاخذوه من عند العشاب. ضروري اختي خديه وطحنيه في الدار عندك، ولا خديه من عند العشاب ويطحنوا لك اختي قدام عينك. كيف ما كتشوفي انا هنا الحمص عندي مطحون على شكل بودره باش ما يجرحناش في البشره ديالنا نهائيا. والحمص عنده واحد الفوائد اللي هي كثيره بزاف، خصوصا الكلف، التصبغات والنمش، كيحيدهم بصفه نهائيه، ما كيخليهمش نهائيا في البشره. ما عليك اختي الا تبعيه بانتظام. وكيف غادي نعطيك في هذه الوصفه هذه، هذاك اللي الحمص اللي عندنا باقي حبوب ما غاديش نحتاجوه في الوصفه ديالنا، غنحتاجو هذا اللي على شكل بودره، هو اللي غنحتاجو واحد المعلقه صغيره. الا كنتو بكم بزاف في الدار يمكن لكم تستعملوا يعني الكميه يعني مضاعفه. كيف كتشوفوا انا هنا خديت 2 معالق صغار ديال البودره ديال الحمص، وغادي نوضع عليهم معلقه صغيره ديال الخرقوم. ضروري ايضا حتى الخرقوم انكم تاخدوا يعني تاخدوه من عند العشاب يكون باقي مكمول، وطحنوه وتخدموا به. ما تاخدوهش مطحون، من الاحسن يفضل انكم تاخدوه عرق ولا عروق من عند العشاب ومن بعد طحنوه مراتكم. الا كان عندك حساسيه في البشره ديالك تكتفي فقط بنص معلقه ديال الخرقوم. الا كان يعني كيسبب لك هيجان ولا احمرار البشره ديالك خدي فقط نصف معلقه، ما تكتريش بزاف. والا كان عندك عادي وديجا مجرباه ديري معلقه صغيره في الكميه اللي كتشوفي قدامك دابا. وبالنسبه للبيض غتاخدوا بيضه بلديه. كيف ما كتشوفوا يفضل انها تكون بلديه، ما تاخدوش البيض الرومي، لانه البيض البلدي عنده بزاف ديال الفوائد على البيض الرومي. عنده فائده كبر وكتر، انه حتى هو كيعالج تصبغات والكلف النمش القديم. انا بالخصوص هاد الوصفه جربتها، انا عطاتني واحد النتيجه اللي هي خطيره. كان عندي الكلف في الوجه ديالي حول قريب حدا العين ديالي، وايضا حول الفم كان عندي الكلف بواحد الشكل اللي هو خايب وكان معقدني بزاف والنمش. والمهم فاش تبعت هاد الوصفه عطاتني واحد النتيجه. بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي كتبقاي تهضري بزاف، راه اش غادي نقول لكم، واحد الفئه كتبقى كيقولوا لي انك كتهضري بزاف في لا فيديو. الا كنتي اختي باغيه وصفه غير المكونات ونمشي بلا ما نشرح لك عليها راه ما غتنجحش معاك. ولكن الا كان الشرح مع الفيديو راه بطبيعه الحال غتعرفي كيفاش تتبعي الوصفه، غتعرفي شنو هي النتيجه، غتعرفي يعني شحال المده تعطيك النتيجه. ما يمكنش انا غنحط لك الوصفات وغنمشي بلا ما نهضر، بلا ما نعطيك عليهم حتى شي حاجه، بلا ما نقول لك شنو كيصلحوا ولا شنو ما كيصلحوش يعني هاد المكونات. كيف شفتوا انا وضعت جميع المكونات مع بعضهم وبديت كنخلط مزيان 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 مزيان. غادي نخلطهم بواحد الفورشيطه حتى ينسجموا لي المكونات، وعاد نكمل على باقي المكونات. هاد الوصفه من اخطر الوصفات للكلف. بغيتي اختي تهني من الكلف معقده كما خليتي ما جربتي لي برودوي، جميع انواع البرودويات جربتيهم في الوجه ديالك وما نجحتش معاك، تبعي هاد الوصفه حتى تعطيك واحد النتيجه اللي هي مضمونه وغتحيد لك الكلف مهما كان وكيف ما كان قديم. انا كنوضع من بعد ما كان يعني كنخلط الوصفه ديالي مزيان، كنوضع عليها زيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو من تجريبتي حتى هو تقريبا واحد نص معلقه صغيره ديال زيت الحلو حتى هو وضعته على باقي المكونات. وهذه ضروريه البنات، ضروريه، لانه زيت الحلو حتى هو كيعاون في انكم تحيدوا الكلف من البشره ديالكم والتصبغات النمش ايضا كيحيد. هنا وضعت نص معلقه او معلقه صغيره ديال ماء الورد باش غادي نزيد نخلط بها المكونات ديالي مع بعضياتهم كيف شفتوا.
غادي نبقى مستمره في التحراك بطبيعه الحال لواحد المده تقريبا لا تقل عن 10 دقائق. انا هنا غير اختصرت لكم في الفيديو، ولكن نتوما راه خصكم تخلطوا المده ديال 10 دقائق عفوا، باش المكونات وهذاك الخرقوم وكل شيء يذوب لينا. غادي نحطوا الوصفه ديالنا على جنب لمده نصف ساعه حتى يذوب هذاك الخرقوم، باش ما يحرقناش في الوجه ديالنا، وباش ما يبقاش يعني كنحسوا بانه الخرقوم باقي حبوب وكيحرقنا في الوجه ديالنا. عاد غادي نوضعوا ونطبقوا الماسك بهذا الشكل هذا على البشره ديالنا. غادي نبقاو ندلكو غير بشويه على البشره ديالنا، غير بشويه بواحد الشكل اللي هو، لانه البشره راكم عارفين يعني ما خصهاش تدلك بواحد الشكل اللي هو خايب ولا قاصح. داكشي علاش غادي ندلكو غير بشويه بشويه. غادي نستمروا في الدلك كيف ما كتشوفوا، وغادي تستمروا لمده 10 دقائق وانتم كتدلكوا، باش هذاك الكلف القديم جديد كيتقشر وما كيبقاش وكيحيد وكيولي اش غادي نقول لكم الوجه ديالكم كيلمع. وغادي تلاحظوا الفرق من اول استعمال، من اول استعمال غادي تلاحظوا واحد الفرق كبير في الوجه ديالكم. وتبعوا هذه الوصفه، بقاو ديروها نصف ساعه كل يومين، ما ديروهاش كل نهار، كل يومين ديروا هذه الوصفه لمده نصف ساعه، وديروها في الليل. وبطبيعه الحال خاصكم تتبعوا البرودويات ديالكم ديال الشمس، انا اللي دائما كنأكد عليهم في فيديوهاتي. ما يمكنش ليك تستعملي اي وصفه وتخرجي بالوجه ديالك هكاك طبيعيه، ضروري تستعملوا اكرون تاع الشمس ديالكم اللي كتناسب البشره ديالكم. ما نقدر نعطيكم حتى شي وحده لانه كل وحده والبشره ديالها. وهنا باش غتاخذوا واحد النتيجه اللي هي مضمونه وسريعه. هاد الماسك البنات من اخطر لي ماسك اللي استعملت للكلف والنمش وتصبغات الكحوليه اللي في الوجه. تبعوها البنات وما غاديش تندموا. انا متاكده انكم غادي تشكروني في لي كومونتير على هاد الوصفه هذه اللي حطيت لكم اليوم. من اخطر ما استعملت، وصفه من اخطر الوصفات. تبعوها معايا وغادي تلاحظوا واحد الفرق كبير بالنسبه للنساء اللي مزوجين وتضررت لهم البشره ديالهم، بالنسبه للناس اللي كيتعرضوا للشمس بزاف وتضررت لهم البشره ديالهم، ولات عندهم كحوليه، ولات عندهم تصبغات في البشره وايضا كحوليه. هاد الوصفه هذه غتهنيكم من هذا المشكل بصفه نهائيه، غتعالج لكم الوجه ديالكم. وما تنسوش البنات تفرحوني بلي لايك ديالكم، الله يسهل عليكم، ابوني باش تبقاو توصلوا بكل ما هو جديد في القناه ديالنا. ما غتخسروا والو، ديروا ابوني الله يخليكم، وديروا لايك واشتراك في القناه، وبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم الى عجبكم بطبيعه الحال. وما تنسوش انكم تدعمونا، وشكرا لكم على لي كومونتير زوينه، وشكرا لكم على الدعم ديالكم المتواصل. وهنا كنكون وصلت معكم نهايه لا فيديو. نتمنى يا ربي نكون خفيفه على قلوبكم، واسمحوا لي لا هضرت بزاف، ولكن راه ضروري من الشرح. ما يمكنش ليا نعطيكم وصفه بدون شرح، فهكا ما غتكونوا استفدتوا حتى شي حاجه. يعني حطيت لكم الوصفه وما استفدتوا والو. تبعوها بالطريقه اللي قلت لكم وغتحصلوا على واحد النتيجه اللي هي رائعه جدا. وبسلامه عليكم، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.